بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته ولاعيبته. مبروك تاني. أسبوع على التوالي بنفرح. الأسبوع اللي فات نادي الزمالك كونفدرالية، النهاردة دوري الأبطال النادي الأهلي. إن شاء الله عقبال ماتش مصر وبوركينا بإذن الله ونكسب عشان الافراح تتوالى، وبعد كده نبقى نستنى السوبر بعد كده باذن الله. النهارده يعني بقول مباراه طبعا، كل العذر للاعيبه النادي الاهلي، ولازم الجماهير تعذر النهارده النادي الاهلي، لان النهارده الجون اللي جه بدري ده هو ده اللي أزم الموقف، هو ده اللي خلى النادي الاهلي الشكل ده، هو ده اللي خلى النادي الاهلي ما يلعبش كوره ويحافظ على الهدف، لان طبعا اللعيبه عارفه ان هدف واحد بيساوي بطوله دوري الابطال. فلما جابوا الهدف بدري هو ده اللي كتف لعيبه النادي الاهلي وخلاهم خافوا وخلاهم تراجعوا وخلاهم بقى يعملوا دفاع مستميت قدام ال 18. وهي طبعا كده كده ان الفرقه ضعيفه جدا، فرقه الترجي، وانا قلت الكلام ده من الماتش اللي فات، وقلت ان فرص الاهلي كبيره جدا. بس هعيب على كولر في حاجه وعلى لعيبه النادي الاهلي بعد الجون. لو النادي الاهلي ضغط 5 دقائق، لان الجون جاي في الدقيقه 3، لو ضغط 5 دقائق كان جاب الجون الثاني وجاب الجون الثالث، وكان بقى لعب براحته، وكان ورانا كوره عظيمه، كوره ممتعه، كوره فيها كل فنون الكوره. ليه؟ لان هو ضغط فجاب جون. التراجع ده هو السبب. انا ما اعرفش هو تراجع ليه، كان لازم المدرب. رضا عبد العال، ايه رأيك في الاهلي؟ ايه رأيك في كولر؟ ايه رأيك في لعيبة الاهلي؟ ايه رأيك؟ شفتوا يا جماعة المشاكل اللي انتوا صدرتوها للاهلي قبل الماتش اثرت فينا ازاي؟ خلتنا كسبنا 1-0 بس. انتوا متخيلين؟ النادي الاهلي على ارضه في نهائي افريقيا يكسب 1-0 بس؟ هنعمل لكم ايه بقى؟ ما انتوا عملتوا لنا مشاكل، يعني ما كناش عارفين نعمل فيها ايه. الشناوي شوبير وفي الاخر خدنا البطولة برضه. الله يبارك فيك يا كابتن رضا. الله يبارك فيكم كلكم اللي بتباركوا لنا دلوقتي، وانا عارف ان اللي في القلب غير اللي طالع على اللسان، ولكن عادي، مفيش مشكله. يكفي ان احنا بنجبركم ان انتوا تيجوا وتباركوا لنا. الله يبارك فيكم يا جماعه، وعقبالكم كده لما نشوفكم على منصات التتويج في البطولات الكبيره، مش كونفدراليه بقى وكلام في البتنجان، لا لا، البطولات الكبيره، دوري ابطال افريقيا. انا ما اعتقد كده مش هنشوفكم هناك. مساء الفل.